قرارات مهمة إذن اتخذها مسؤولي الكاف خلال الاجتماع الأمني تتعلق بجميع مباريات العودة التي ستلعب برسم كأس الكاف دون استثناء، بما فيها مباراة شباب قسنطينة واتحاد العاصمة، مباراة تجمع بين نادي جزائري ضد نادي جزائري آخر. وكل هذه القرارات أتت بعد الأحداث التي شهدتها مباراة بيراميدز والجيش الملكي في مصر، حيث تقرر إضافة المزيد من الحماية لمناصري الفريق الضيف، وأي خرق للأجواء الرياضية من قبل أنصار الفريق المستقبل أو حتى لاعبي الفريق المستقبل سيدفع ثمنها الفريق، ويتم تحويل المناصر الذي يشارك في ذلك إلى المتابعة القضائية. والإجراءات التي مست مباراة اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة شملت غلق المدرج العلوي للمنعرج الجنوبي، أين سيكون مكان جلوس أنصار شباب قسنطينة في الجانب السفلي من المنعرج، وبالتالي سيبقى المدرج العلوي كما ذكرت من المنعرج فارغ، ولن يجلس فيه أنصار اتحاد العاصمة حتى لو امتلأت المدرجات جميعها. لن يتم إضافة أي مقعد لأنصار شباب قسنطينة، بل سيكتفون بالعدد المحدد لهم، وهذا لدواعي أمنية. ثم الدخول للملعب سيكون بالتذكرة وبطاقة التعريف الوطنية، ويجب أن يكون الاسم الموجود في التذكرة مطابق للاسم الموجود في بطاقة التعريف الوطنية. أي شخص يحمل في بطاقة التعريف الوطنية عنوان يتعلق بولاية قسنطينة لن يتمكن من الولوج والدخول إلى المدرجات المخصصة لأنصار اتحاد العاصمة. من جانب آخر، شباب قسنطينة لاعبي شباب قسنطينة والفريق توجهوا اليوم إلى العاصمة استعدادا لهذه المباراة يوم الأربعاء المقبل. يذكر أن هذه المباراة هي الرقم 166 لاتحاد العاصمة في المنافسات الإفريقية، وهو رقم كبير جدا، وفي حال تأهل وفي حال كما قلت تأهل فريق اتحاد العاصمة سوف يبلغ نصف نهائي المنافسة للمرة الثالثة على التوالي، ما يؤكد الاستمرارية في الساحة الإفريقية لهذا الفريق. أما شباب قسنطينة فإن نجح في اقتناص بطاقة العبور، فسيصنع التاريخ ببلوغه نصف نهائي المسابقة الإفريقية لأول مرة منذ التأسيس. طبعا هذه الإجراءات التي اتخذها الكاف قد لا تعني تماما مباراة شباب قسنطينة واتحاد العاصمة، وإلا أن الإجراءات يجب أن تطبق، إلا أن الفريق الجزائري سوف يلعب بفريق ما ضد فريق جزائري، وبالتالي ستكون الأمور وتسير في روح رياضية عالية، خصوصا أن أنصار شباب قسنطينة وأنصار اتحاد العاصمة تجمعهم علاقات طيبة منذ القدم ومنذ سنوات كثيرة، وبالتالي الفائز سوف نقول له مبروك للتأهل، والمنهزم سوف نقول له هارد لك في المنافسة وحظ موفق للفريقين.